لله رب العالمين، نحمده ونستغفره ونستعينه ونستهديه ونسترضيه، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ونشهد أن لا إله إلا الله شهادة عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث وعليها نحشر، وندعو الله سبحانه وتعالى أن نكون بها نرحم يوم القيامة، وأن يدخلنا الله بها جميعا الجنة راضيا عنا غير غضبان. ونصلي ونسلم على أستاذنا وحبيبنا وقدوتنا وسيد الأولين والآخرين وإمام المرسلين، بل سيد ولد آدم أجمعين، محمد صلى الله عليه وسلم، خير من وضع في الثرى قدماه، خير من سمع كلام مولاه فاستجاب له، فكان قدوة وأسوة لكل من تبعه ومن أتى بعده. فاللهم صل وسلم وبارك عليه، وارض اللهم على آل بيته الطيبين الأطهار الميامين، وعلى صحابته الأخيار الراشدين، وعلى من سار على دربهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. وارض اللهم عنا معهم بفضلك وجودك وكرمك يا عظيم. يقول ربنا الكريم سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول أيضا عز من قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ويقول أيضا سبحانه وتعالى آمرا لنا أن نستجيب بل وأن ننظر لما قدمنا فيما بعد الحياة: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ثم أما بعد، أحبابي الكرام، أحبابي في الله سبحانه وتعالى، أسأل الله لي ولكم الذي جمعني وإياكم في الدنيا على طاعته ومحبته أن يجمعني وحضراتكم في الآخرة تحت لوائه وفي ظل رحمته، وأن يجمعني وإياكم على منابر من نور، فإن المتحابين في الله يحشرون يوم القيامة على منابر من نور. اليوم بإذن الله تعالى نذكر فيما علمنا ربنا سبحانه وتعالى وفيما علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم، فيما ذكر العلماء بعد الصحابة رضوان الله عن الجميع، أن الله سبحانه وتعالى ذكر في القرآن الكريم لفظة يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا، التي قال عنها ابن مسعود رضي الله عنه: إذا سمعت الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا فارع لها سمع، فهو إما خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. ربنا سبحانه وتعالى ذكر الجملة أو شبه جملة يا أيها الذين آمنوا في القرآن 89 مرة، 89 موضعا جاءت يا أيها الذين آمنوا. وإذا ما سمعناها لابد أن نرعيها كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: أسماعنا وعقولنا وقلوبنا، لأن الله سبحانه وتعالى نادى من؟ نادى هؤلاء الذين قالوا آمنا بالله وبرسله وبكتبه وبملائكته وبالقضاء والقدر وبالجنة وبالنار وبالخير وبالقضاء والقدر خيره وشره، الذين حققوا دعائم الإيمان وأركان الإيمان الست. فناداهم ربنا سبحانه يا أيها الذين آمنوا. ماذا؟ يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله ورسوله إذا دعاكم لما يحييكم. قال العلماء: إلى ما يدعون نداء الله، إلى ما يدعون رسول الله، إلى ما يدعون الله من قبل رسول الله، يدعون لتحقيق الإسلام. ما معنى الإسلام؟ الإسلام هو التسليم والانقياد
لله سبحانه وتعالى ولأوامره ولما أتى به نبيه صلى الله عليه وسلم من تعاليم وأخلاق. الإسلام هو التسليم التام دون ريبة ولا شك ولا تفكير لله سبحانه وتعالى، الانقياد التام لأوامر الله سبحانه وتعالى الذي قال سبحانه: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال عنها العلماء فيها 3 مواضع، هي واحدة من 89، واحدة فيها 3 مواضع قال عنها العلماء فيها مقام إسلام ومقام إيمان ومقام إحسان. رزقني الله وإياكم بتحقيق الإسلام والإيمان لنصل للإحسان. فلا وربك، ربنا سبحانه وتعالى يقسم، كان قادر ربنا سبحانه ليقول لن يؤمنوا حتى يحكموا، ولكنه أقسم سبحانه فلا وربك، وكأنه يقول وربك يا محمد لن يحققوا الإيمان. ما الإيمان؟ حقيقة الإيمان الذي حقق الإسلام فارتقى فصار مؤمنا أن آمن بالله وبرسله وبكتبه لا نفرق بين أحد من رسله، بل وقالوا ماذا؟ قالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. هذا المؤمن الذي يقول سمعنا وأطعنا لله ولرسوله. تعالوا حتى لا أطيل على حضراتكم لأن الأمر يطول ومتشعب، ولي بعد إذن حضراتكم في هذا الأسبوع إلى الجمعة القابلة إن كان لنا في الدنيا بقاء ولقاء لما حضراتكم في خلال الأسبوع لقاءات بإذن الله تعالى لنتحدث عن حقيقة التسليم لله سبحانه وتعالى. تعالوا لنتحدث عن صور من السمع والطاعة الذي حققها المؤمنون، لا أقول المسلمون فحسب، مؤمنون مسلمون محسنون، كل من تبع النبي الكريم حقق حقيقة التسليم والتسليم لله سبحانه. كان حالهم يقول سمعنا وأطعنا، كان حالهم يقول للنبي سمعا وطاعة، كان حالهم يقول للنبي فداك أبي وأمي يا رسول الله. تعالوا لنتحدث عن هذه الصور بادئا ذي بدء، وتحدث عنها الخطباء في شهرنا المنصرم في حادثة الإسراء والمعراج، لما أتوا لأبي بكر الصديق رضي الله عنه فقالوا له إن صاحبك يقول قد أسري بي ليلا إلى المسجد الأقصى وأنه رأى كذا وكذا. قال له إن كان قال ذلك فقد صدق. قالوا لماذا تصدقه؟ قال أصدقه فيما هو أبعد من ذلك، أصدقه يقول لي يأتيني خبر السماء، فكيف لا أصدقه في هذا الأمر؟ لذلك سمي أبا بكر الصديق لأنه كان يصدق النبي في كل شيء. تعالوا لحالنا في هذا الشهر، شهر شعبان، حادثة تحويل القبلة. المسلمون تعلموا عن النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة، فهو الذي كان يقول صلوا كما رأيتموني أصلي خذوا عني مناسككم. كان يصلي تجاه الشام فهو قبلة المسلمين الأولى. فلما نزل القرآن الكريم بتوجهه صلى الله عليه وسلم نحو القبلة التي يرضاها نحو المسجد الحرام إلى قبلتنا الحالية، صلى نحو المسجد الحرام تسليما منه لأوامر الله. فجاء الخبر للمسلمين وهم يصلون، قالوا كانوا يصلون الظهر وقالوا يصلون العصر، الشاهد أنهم كانوا في صلاتهم. فقال المنادي والله لقد نزل قرآنا على النبي صلى الله عليه وسلم يأمره بالتوجه نحو المسجد الحرام. اسمع وانظر لسرعة الاستجابة، تحول حال المصلين في
صلاتهم لم يقولوا ننهي هذه الصلاة ونصلي في الصلاة القابلة نحو المسجد الحرام. قال يقول الراوي كانوا ركعا فتحولوا من الشام من تجاه الشام إلى تجاه المسجد الحرام. أليس في ذلك سرعة استجابة؟ أوليس في ذلك سرعة تسليم لله ولرسوله؟ بل إنهم صدقوا بعض، لم يقولوا لنتحرى في الخبر، لا نقول لم يقولوا ربما يكون هذا الرجل مدلس أو كاذب، ولكنه أقسم قال والله لقد نزل قرآنا على النبي يأمره بكذا وكذا وكذا. فكان حالهم سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. تعالوا لصورة ثانية، تحريم الخمر. وكلنا يعرف الصغير قبل الكبير أن شريعتنا الغراء ما جاءت للبشرية لتعاستها، ولكن جاءت لتأخذ بأيديها من ظلام الجهل إلى نور اليقين والإيمان والمعرفة بالله. ربنا سبحانه وتعالى هو أعلم بأحوال عباده، كان ينظر ويعرفهم أنهم متعلقون بالخمر كشربهم للماء، لذلك لم يحرم عليهم الخمر من أول مرة، بل نهاهم تدريجيا. وهذا يعلمنا أن التقويم لا يأتي مرة واحدة، ولكن بالتمهيد والتدريج والتعليم. فلما نزلت الآيات المحكمات بالتحريم النهائي للخمر، يقول أنس رضي الله عنه كنت أسقي أبا طلحة وفلان وفلان وفلان، فجاء آت فقال لقد حرم الله الخمر، نزلت آيات على النبي بتحريم الخمر. كان حالهم من يحمل الكأس، من يضعه على فمه، من ينتوي أن يصب لنفسه، ولكن حالهم المسلمون المؤمنون الذين آمنوا بالله وصدقوا رسول الله قالوا أهرقها يا مالك، أو يا مالك، أهرقها أي اسكبها. يقول الراوي كانت شوارع وطرقات المدينة وكأنها أنهارا، دليل تعلقهم بالخمر ودليل استجابتهم السريعة لأوامر الله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول فما رجعوها ولا فكروا فيها ولا راجعوها بعد خبر الرجل، لم يفكروا فيها بالمرأة. هذا حالهم، وقد نزلت الآيات قبل السويعات. وتعالوا لأحوالنا، القرآن يتلى بين ظهرانينا منذ أكثر من 14 قرن. نحن عام 1444 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، والقرآن يتلى على آذاننا وعلى قلوبنا وعلى عقولنا. إنما الخمر والميسر رجس من عمل الشيطان بالتحريم، ورغم ذلك تجد مسلمون يشربون الخمر ويتعاطون المخدرات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر. ربما يقول أحدهم أن التحريم جاء بالخمر صراحة، سأتعاطى كذا وكذا، مما يسمونه في زماننا وفي أيامنا المستحدثة كل مسكر خمر. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر مفتر. مفتر أي يسبب الكسل والخمول في الجسد. ومنها وازن وقاس العلماء التدخين. أعلم أن أغلب أمة المسلمين مصابون بهذا البلاء، ولكن كل مسكر مفتر نهى عنه النبي. هذا التدخين الذي إذا حاول المسلم الإقلاع عنه تجده يشعر بهمدان وبكسل وبخمول بل وضيق في المزاج. أما وأنه إن استحضر النية أنه سيقلع عن شيء حرام سيعنه الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك شيئا لله
أبدله الله خيرا منه. تعالوا لصورة ثالثة حتى لا أطيل على حضراتكم. سورة الحجاب. تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: كانت جالسة تسرد للنساء وللنسوة عموما أحوال نساء المسلمين من مهاجرين ومن أنصار، فأثنت خيرا على نساء قريش وقالت: والله إني والله ما وجدت أشد من نساء الأنصار اتباعا وتصديقا لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم. هي من قريش. السيدة عائشة رضي الله عنها قرشية الأصل، أي أنها مهاجرة، ولكنها أقسمت وهي ابنة الصديق وزوجة النبي الصادق الأمين، بل هي أم المؤمنين التي برأها الله من فوق 7 سماوات شاهدا لها بالطهر والعفاف، رضي الله عنها وعن أمهات المؤمنين أجمعين. تقسم: والله إني ما وجدت أشد من نساء الأنصار تصديقا ولا إيمانا بالله وبرسول الله. لماذا؟ هذا الحديث نكمله بعد جلسة الاستراحة. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وتوبوا إلى ربكم إنه كان توابا. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على من اصطفى، نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، لماذا نالت نساء الأنصار هذه الشهادة من أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بأنهن أشد النساء إيمانا وتصديقا بالله وبرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ سورة النور، سورة الطهر والعفاف، نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، أي أنها نزلت على الأنصار والمهاجرين، فاستمعها رجال الأنصار بأن الله سبحانه وتعالى أمر بالحجاب فانقلبوا إلى بيوتهم. سمعوا الآيات بالأمر بالحجاب فانقلبوا إلى بيوتهم، فحكوا ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم. تقول: استمعوا للآيات من رجالهم لما انقلبوا إليهم، فأتوا صابحين في صلاة الصبح في صلاة الفجر. السورة نزلت مساء أول الليل، وأتوا رجالهم إلى بيوتهم عائدين من مجلس النبي صلى الله عليه وسلم يحكوا على أمهاتهم وبناتهم ونسائهم وكل أولي القربة في بيوتهم أن الله سبحانه وتعالى فرض على النساء الحجاب وليضربن على جيوبهن من خمرهن. تقول: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة الصبح. في نهاية الحديث حتى لا أطيل على حضراتكم: وكأن على رؤوسهن الغراب أو غربان، قرطهن كان يقول كان محتجبات بشيء وكأنه كالشعر. يقول الراوي: وكأنه شبه بالغراب لشدة سواده، أي أنهن نفذن الأمر خلال ساعات واحتجبنا واعتجرنا وخرجنا يصلين وراء النبي محتجبات سامعين لأوامر الله ومنفذين لتعاليمه سبحانه وتعالى. تعالوا وأسقطوا هذا على نسائنا حتى نعرف مما نحن فيه من بلاء ما سبب ما نحن فيه من بلاء وغلاء ووباء. تعالوا لنسقط هذا على أحوالنا.
القرآن يتلى كما قلت لحضراتكم منذ أكثر من 14 قرن، ويأمر بين طياته بالحجاب والعفة والطهارة. تعالوا وكلنا يمشي في الطرقات وكلنا يعمل، ترى الواحدة منهن خارجة كاسية عارية وتكلمها فإذا بها اسمها فاطمة وعائشة وآمنة وما إلى غير ذلك من أسماء المؤمنين، وتكلمها عن الدين تقول لك أنا مسلمة وتقول لك أنا حرة. لا، هذه ليست حرية، بل هذه جرأة على الله وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله سبحانه وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. قال عنها العلماء في التفسير الواسع لمعناها أن لا تجعل هواك ولا فكرك ولا علمك مقدم على أوامر الله وعلى أوامر رسول الله. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالعفة والطهارة. لما يخرجن متبرجات سافرات الوجه والشعر؟ أوليس يقرأ عليهن قرآن؟ أوليس يعرفن أن هناك موت ومن بعده بعث ثم حساب أو جنة أو نار؟ أين الاستجابة؟ ونحن مقبلون على نصف من شعبان، ليلة عظيمة مباركة فيها ينظر الله سبحانه وتعالى على العباد فيغفر للجميع إلا مشرك أو مشاحن. المشرك أحبابي الكرام ليس بالضرورة أن يكون أشرك مع الله في العبادة، لا، فالشرك نوعان: شرك أكبر أعاذني الله وإياكم منه، والشرك الأصغر الذي تجعل فيه هواك إلها. أولم يقل الله سبحانه وتعالى: ومنهم من اتخذ إلهه هواه؟ أين التنقية والتخلية قبل أن نلج رمضان لنتحلى فيه بصفات الملائكة قبل أن تكون صفات البشر؟ لأن الملائكة المكرمون منهم من هو واقف للعبادة، ومنهم من هو ساجد، ومنهم من هو راكع، ومنهم من هو مسبح، ومنهم من هو مكبر، ومنهم من هو حامد. كل واحد منهم فطره الله وخلقه على صورة إلى يوم القيامة هو عليها، لا يفطر ولا يكل ولا يمل. أما المسلمون المؤمنون البشر هؤلاء بينهم فتن، ولكن رمضان هذا شهر عظيم لابد وأن نخلي قلوبنا من كل تعلق برجس وبالدنيا. أين الاستجابة لله ورسوله؟ أين الاستجابة؟ والله سبحانه وتعالى هو الذي قال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم. لا تمشي بالفتنة بين إخوانك، بل امشي بينهم بالإصلاح. إصلاح ذات البين أفضل عمل نلقى به الله سبحانه وتعالى، وتعليم الناس الدين بوسطية واعتدال أفضل عمل نلقى به الله سبحانه وتعالى. الدين ليس حكرا على أناس معينون بعينهم أو بأسمائهم، ولكن الدين للجميع، لابد أن نتعلمه وننهله من مناهله الصادقة الصحيحة حتى نتعلم حقيقة الاتباع لله ولرسوله، بعيد عن كل هوى وكل مسمى. وأن يكون حالنا إذا سمعنا الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا، أن نقول: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. وختاما أسأل الله لي ولكم أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه.